السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم عند سوبا كويزين. اليوم جبت لكم وصفة البغرير المشهور في الجزائر ولا في المغرب العربي. كل بلاد وطريقته كيفاش يخدموا. وحنا في الجزائر كل واحد كيفاش يحضروا. كاين يدير له البيض، كاين يديروا عادي غير بالسميد، كان يديروا سميد وفارينه. كل واحد كيفاش يديروا. كيما اليوم كنت رايحه نخدمو غير بالسميد، مي كي جرالي وليت مضطره حطيت له شويه زوج مغارف فارينه. كيما يقول المثل كل طرق تؤدي الى روما. المهم النتيجه مع الاخر، البنه والخفه يجي ريشه. وطريقه التقديم ديالو كل واحد كيفاش يحب يقدمو. المهم الزبده ولا السمن ولا الزيت كل واحد كيفاش على حسب الذوق ديالو. انا شخصيا نقدمه مع الزبده، كاين اللي يحب ياكله بالسكر، كاين اللي يحب ياكل بالعسل. الاضافات كل واحد كيفاش يحب. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، جربوها ان شاء الله تنجحوا فيها. بسم الله نبداو الوصفه ديالنا. نحتاجو هنايا عندنا هنا بول تاع سميد رطب، راني غربلتو. الكميه كما تحبوا نتوما، تحبوا ديروا بول، تحبوا ديروا كاس، تحبوا ديروا طاس كبير كما حبيتو نتوما. عندي هنايا ملعقه ماشي معمره تاع خميره الخبز، ونص ملعقه كبيره تاع السكر. عندي الملح كميه على حسب الذوق ومن بعد نذوق. عندنا الخميره الكيميائيه فيها 8 غرامات. عندنا الماء، هذا ماء مروبيني الحنفيه. هنا راح نحط السميد، نحط الخميره مع السكر. هنا الخميره كيميائيه لقيتها ليفور شيميك، خميره كيميائيه بصح سافور فاني. راح نحيها نبدلها ندير واحده اخرى. راني بدلتها، جبت هاديه شيميك عاديه ما فيهاش الريحه تاع لافاني. هذه سامبل نحطها هنا بجهه باسكو هي الاخرانيه نديرها مع الاخر. نخليها بجهه. نجيب الماء نكيل بلو بول اللي درت به السميد، ندير كيله. انا في العاده ندير عيني ميزاني، جامي كيلت. ندير ان بول، ندير 1.5 ونشوف. الزيت الثاني نعمرو للفم، ندير نصو ونشوف. نزيد نكمل اللي خليته، يعني درت بول تاع السميد معمره ودرت 2 بول تاع الماء ونشوف نزيد ولا ما نزيدش. وانتم الا درتوا غرفيه تاع السميد الماء ما ديروش 2 غرفيات، ديروا غرفيه ونص. هنا الخليط جاني خفيف، اضطريت نزيد له 2 ملاعق فارينه. ندير الملح، جبت لو بغا ودوك نبدا نضرب فيه. شوفوا هنا بعد ما ضربته السميد يطلق روحه، ماشي كما يكون مع الاول. لقيته خفيف، راح نزيد له 2 ملاعق تاع فارينه. كما قلت لكم مع الاول درت غرفيه تاع السميد ودرت لها 2 غرفيات تاع الماء، وانتم ديروا غرفيه ونص. انا في العاده ندير سميد لو غوناغ، هاد المره ما كانش عندي، درت سميد واحد اخر ما شربليش الماء، بالعكس زاد طلق روحه. راني حطيت له الملعقه الاولى تاع فارينه، لقيته مازالو جاري، زدت له الملعقه الثانيه وعاود زدت ضربته شويه. بعد هنا ضفت له الخميره الكيميائيه، درت ساشي فيه 11 غرام، زدت ضربت واحد حوالي من با دقيقه. شوفوا كيفاش رجع بعد ما زدت له 2 ملاعق تاع فارينه، راهو تقال شويه. راني غطيته بالورق الشفاف وخليه يرتاح واحد 10 دقائق. هنا بعد 10 دقائق راهو طلع مع السخانه بالخف خمر. دخلته في نفس الوقت درت المقله تسخن على النار.
راني بديت نطيب هذه الحبه الاولانيه، الله يبارك جا بيان متقب، جا شباب. تبعوا المراحل الطهي حتى الاخر، حبه بحبه. نتوما اذا كان عندكم غراف ولا مغرف كبير ديروا وحده. انا الغراف ديالي صغير، كنت ندير وحده ونص. لازم تكون عندكم مقله اللي ما تلصقش. حنا زمان كنا نطيبوه في طاجين تاع الطين، ونديروا له الصابون ونحكوه بمنشافه هكذايا ونطيبوه ويجي هايل. الريحه تاع بغرير تاع طاجين الطين تجي هايله، خير من تاع المقله. وحنا نخدموا بالموجود. هنا بعد ما طاب راني حطيت وحده على وحده. ندير الوجه مع الوجه. شوفوا كيفاش جا خفيف، جا بيان مثقب. قبل ما حطيته في صحن تقديم عاود سخنته، لازم ينتكل سخون. حطيت حبه فوق حبه، ومن بعد ندهن بالزبده ونحط يا عسل يا سكر، كل واحد كيفاش يحب ياكلو. انا شخصيا نحب ناكلو بالسكر. اذا عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم، واشتركوا في القناه وحطوا لي جيم. شكرا للمشاهده، ان شاء الله مع وصفه واحده اخرى. تصبحوا بخير.